الو، ازيك يا بن شرقي؟ أنا مزيان، لا بأس عليك كتير يا شيكا. الحمد لله يا بن شرقي، عايزينك بقى ترجع الزمالك تاني. أنا كان فيكم بزياف، بس أرجع الزمالك والله واعر. واعر ازاي يا بن شرقي؟ أقصد أقول صعب بالمصري، لأنه مرتبط بعقد هنا في قطر. عايزينك كده يا اسطى ترجع تاني تلعب في الزمالك انت وساسي، ونرجع ناخد الكونفدرالية ونقفل افريقيا. أنا بدي أرجع عشان جمهور الزمالك، بس هتدوني كام عشان أبقى عارف؟ هنكتب لك يا اسطى فيلا جنب الفيلا بتاعت زيزو، وهتستلمها بعد 3 سنين ان شاء الله. فيلا ازاي يعني؟ أنا مش عايز فيلا يا شيكا، أنا عايز فلوس كاش، وأنا وساسي مشينا المرة اللي فاتت بسبب الفلوس اللي كان دافع لنا مرتبنا مستشار تركي، بعدها ما لقيناش داعم للنادي. خلاص يا بن شرقي، بس امان عليك يا بن شرقي، لو نزلت مصر تيجي على طول الزمالك، بيتك القديم. تمام حبيبي، كان أبغيكم بزاف وغيفوار. سلام. الو، ازيك يا بن شرقي؟ ازيك يا امام، اخبارك ايه؟ عايزينك يا اسطى معانا في الاهلي عشان تيجي تلعب معانا في كاس العالم للانديه ونحقق بطولات زي ايام زمان لما كنا في الزمالك انا وانت وساسي وكهربا. انا بحب الزمالك كتير يا امام. يا اسطى بقول لك هتلعب في كاس العالم للانديه وتاخد بطولات كل سنه، بطوله افريقيا وبطوله الدوري، وتلعب قدام الواد امبابي والواد فينيسيوس، وفلوسك في الاهلي مضمونه. ما تقلقش انت بس من حاجه، وكلم فرجاني ساسي عشان يجي كمان معايا عشان نروح كاس العالم للانديه نلعب قدام ميسي. وانا لما اجي الاهلي هاخد ايه؟ يا اسطى بقول لك ما تقلقش من حاجه، هتاخد فلوسك على داير مليم وغير الاعلانات اللي هتعملها، وهتطلع في كاس العالم غير الميداليات والبطولات وكل حاجه انت عايز، حتى لو عايز فيلا نجيب لك فيلا كمان. بس يا امام جمهور الزمالك ممكن يزعل مني وشيكا وباقي اللعيبه. يا اسطى ما انا كنت في الزمالك ورحت الاهلي انا وكهربا، ايه اللي حصل يعني؟ مفيش حاجه حصل. وبعدين انت مش محتاج كوبري علشان انت مش على قوه النادي، يعني هتيجي وهتلعب على طول وما تقلقش من اي حاجه. خلاص يا امام، انا هحجز اول طياره وهاجي على مصر على طول علشان نوقع العقود، وهكلم فرجاني ساسي عشان يجي معانا كمان بالمره، بس بالله عليك ما تبلغ حدا دلوقتي بخصوص اني هاجي الاهلي. خلاص تمام يا بن شرقي.